universitaires, membres de société civile. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir tous au sein de notre chaleureuse école pour lancer la 11e édition d'un événement phare organisé par le comité culturel de l'association sous la tutelle de l'association des élèves ingénieurs de l'École nationale de l'industrie minérale, la semaine culturelle. Avec une aussi merveilleuse présence que la vôtre, nous n'avons rien à dire à part vous remercier pour votre présence et votre soutien d'aujourd'hui, qui nous est encourageant après des mois de travail et d'organisation acharnée. أجدد الترحاب بكم سيداتي وسادتي في هذا الحدث الثقافي المهم الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط. إنه الأسبوع الثقافي في دورته 11، ولعل حضوركم هذا ليس إلا تتويجا لهذا العمل المتواصل من طرف هذه اللجنة في سبيل خدمة الثقافة. وخير ما نبتدئ به تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا وإياكم الطالب أسامة مائلات، فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جزاك الله عنا ألف خير. نشكر الطالب أسامة على هذه التلاوة العطرة. والآن اسمحوا لي أن أطلب منكم جميعا الوقوف من أجل النشيد الوطني. لنقف جميعا من أجل منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك في هممي وندمها وكتر نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. الموازية لمؤسستنا والذي لا طال ما عملت اللجنة الثقافية على تنظيمه والسهر على استمراريته باعتبارها الرائدة الثقافية داخل المؤسسة، ريادة لا تتجلى فقط من خلال تنظيم هذا الأسبوع الثقافي بل تتعدى ذلك إلى مجموعة من الأنشطة التي تجعل من هدفها الأسمى إعلاء كلمة الثقافة وتجديد روحها. أليس كذلك بشرى؟ Effectivement, Ayoub, notre comité culturel n'a pas seulement pour but d'organiser cet événement, mais plus encore, il fait naître en nous l'amour de la culture. Par un travail d'équipe assidu, par un sacrifice individuel volontaire, et pour but d'arriver à un objectif bien déterminé, en extrayant le culturel en chacun de ses membres. Notre comité a travaillé sans cesse, tout au long de cette année, pour vous présenter un événement de qualité. Mesdames et messieurs, au tout début de cette année, nous étions de simples étudiants. Mais en intégrant ce comité, nous sommes devenus les messagers de la culture. Nous veillons ainsi à la valoriser, en renouvelant chaque année le thème de notre semaine pour qu'il soit de plus en plus intéressant et étant à jour à l'actualité culturelle. Mesdames et messieurs, en votre honneur aujourd'hui, on déclare l'ouverture officielle de la 11e édition de la Semaine culturelle sous le thème « Notre culture, notre richesse immatérielle ». إننا اليوم لا نحتفل فقط بافتتاح الأسبوع الثقافي بل نحتفي أيضا وإياكم بالمجتمع المدني، وذلك تجديدا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أراد من 13 من شهر مارس أن يكون يوما وطنيا للاحتفاء بالمجتمع المدني. وبما أن أسبوعنا الثقافي اختار لنفسه شعار ثقافتنا ثروتنا اللامادية، فإن انخراطنا هذا لم يأتي محل الصدفة، بل كان من الضروري الاحتفاء بالمجتمع المدني باعتباره نتاج ثقافة المجتمع والمحرك الأساسي الذي يعمل على النهوض بها. فإذا كان الإنسان جوهر الثروة اللامادية فإن المجتمع المدني ليس إلا ذلك الإنسان في تعبيره عن أرقى مسؤولياته. كيف لا؟ والمجتمع المدني يعمل على تنمية القدرات البشرية وتطويرها. الثقافي
نشكر كلا من وزارة الطاقة والمعادن، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، مؤسسة لنا سلمى لمحاربة داء السرطان، المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. نشكر أيضا وسائل الإعلام، الشركة الوطنية كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية، ميديا ان تي في، هيت راديو، إسبريس، وجريدة l'Observateur. Maintenant, mesdames et messieurs, nous vous laisserons avec une vidéo introductive de notre événement. مستشار ثقافي ونائب سفير مصر. لنرحب جميعا بالأستاذ بالسيد بشير محمد ممثل السفارة الليبية. À mon tour, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Monsieur Driss Oussa, le directeur de l'École nationale supérieure du mine de Rabat. لنرحب جميعا بالسيد فوزي بوخريس، الأستاذ الجامعي وشخصية المجتمع المدني. لنرحب بالطالب المهندس بدر الدين حيمة، رئيس جمعية طلبة المدرسة الوطنية للصناعة المدنية. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir une personne très spéciale qui a inspiré chacun des membres du comité. Une personne qui a réussi à nous réunir tout au long de notre aventure cette année. Notre leader. Applaudissons fort, Monsieur Hatim Khoui, le président والآن الكلمة للسيد يحيى طه حسين، مستشار ثقافي ونائب سفير مصر. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يعني توضيح بسيط، انا يحيى طه حسنين، مستشار ثقافي ومدير المركز الثقافي المصري. بداية طبعا يعني احب ان انقل لحضراتكم تحيات سعادة السفير احمد إيهاب جمال الدين، سفير جمهورية مصر العربية بالرباط، متمنيا لكم اسبوع متميز وكل التوفيق وكل التحية لسعادة مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والسيد مدير المجتمع المدني، ممثل المجتمع المدني، وكل إدارة المدرسة الوطنية وطلبة وطالبات المدرسة. لكم كل التحية وكل التهنئة على هذا الأسبوع الثقافي الذي نبدأه اليوم معكم بإذن الله. طبعا يسعدني طبعا أن نشارك معكم، يعني أنا وأعضاء المكتب الثقافي المصري في الرباط، أن نشارك معكم هذه الاحتفالية، هذه التظاهرة. ويمكن من أمس يعني وأعضاء المكتب هم ومع شباب المدرسة الهندسية وبيعدوا لهذه الاحتفالية، فيعني ديت من الأشياء التي تسعدني مشاركة
القادم بإذن الله يكون هناك مشاركات. وفي ظل الثقافة ثقافتنا اللامادية، وهذه الثقافة التي تجمعنا وهذه الثقافة التي تربطنا دائما، يمكن يعني يتوافق الأسبوع الثقافي لطلبة وطالبات كلية الهندسة مع الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، وده يمكن خير دليل على يعني هذا التواكب وهذا الاتفاق وتفعيل دور المجتمع المدني وتحفيزه. يعني من الصدف ان بيتواكب ايضا هذا اليوم مع يعني بداية أسبوعكم الأسبوع الثقافي الذي نشارككم فيه، أن يعقد أو تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي شرم الشيخ، مؤتمر دعم الاقتصاد المصري ينطلق اليوم. ويمكن احنا معاكم هنا في الرباط وبنحتفي معكم، وأكيد في شرم الشيخ في مصر أكيد برضو المجتمع المدني يعني رجال الأعمال المغاربة يشاركون في القاهرة، وده دليل على التلاقي والتلاقح والتوافق. وطبعا يعني طلبة الهندسة وطالبات الهندسة، يمكن أنا في البداية يعني استغربت شوية يعني الهندسة والأسبوع الثقافي، فيمكن أنا من خلال يعني الوقت البسيط اللي أنا قضيته قبل حتى الافتتاح، ويمكن مع زمايلكم رحنا شفنا البروتوتيب بتاع صناعة أو استخدام الطاقة الشمسية يعني لتسيير السيارات، وده مشروع يعني بادرة يعني احنا محتاجين إليها في العالم العربي كله، يكون لنا يعني الصبر ويكون لنا يعني إبداع يعني، وده طبعا دور المهندس والمهندسة. فيمكن يعني التلاقي ما بين الهندسة والأسبوع الثقافي والأنشطة الثقافية ده دليل على يعني يمكن الهندسة هنا أنا بشوفها بالمعنى الأكبر أو المفهوم الأوسع، وهي هندسة الحياة. فيعني هنيئا لكم. ويمكن كان في إحصائية كانت بتقول يعني عن المهن، يعني إحصائية كده عن أحب المهن اللي ممكن يقوم بها الإنسان، يعني زي الإعلامي، الطبيب إلى آخره يعني. وكانت المرتبة الأولى في هذه الإحصائية كانت مهنة المهندس. فكان المهندس هو النصيب الأكبر، لأن الناس كلها بتسعى إلى هذا العمل وهذه المهنة. طبعا يعني كل شباب المهندسين وهندسة الحياة، ونتمنى لكم كل التوفيق، ويعني إن شاء الله الرخاء لبلادنا، وبإذن الله يعني الرقي والتقدم وهندسة الحياة إلى الأمام بإذن الله. ويمكن أنا برضو بيشرفني إن احنا يعني بنشارك مراكز ثقافية أخرى يعني معنا، فلهم كل التحية وكل الشكر وكل التقدير، واحنا سعداء بوجودنا معكم. شكرا. نشكر السيد يحيى طه حسنين على هذه الكلمة القيمة. والآن الكلمة للسيد بشير محمد ممثل السفارة الليبية. السلام عليكم. تصريح. أنا بشير محمد ربيرة، مندوب عن الملحقية الثقافية الليبية. في البداية أشكر استضافتكم لنا وإتاحة هذه الفرصة، ولا يسعني إلا أن أقول بعض الكلمات فاسمحوا لي. عشق الشعراء الخمر، عشق النساء، ووصفوها بأروع الأبيات. عشقوا الملوك، عشقوا دواوين الأمراء، ووصفوا من وصفوا بأروع الكلمات. أما أنا فعشقتك، عشقت ثناياك، عشقت شوارعك، عشقتك يا رباط. عشقت أهلك بما فعلوا بما عملوا، فقد أفرشونا بالمحبة أروع بساط. ولا يخل أن أتقدم
بالشكر للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في مساعيهم التي يبذلونها من أجل فتح الطريق أمام استقرار وطني ليبيا. وشكرا. شكرا للسيد بشير محمد على هذه الكلمة الطيبة. كما عشقت الرباط فالرباط وأهلها تعشق ليبيا كاملة. C'est dans la parole maintenant à notre cher directeur. الكلمة للسيد فوزي بوخريز ممثل شخصية المجتمع المدني. شكرا للاستضافة. سعيد بالتواجد معكم في هذا العرس الثقافي المميز. فوزي مخرز أستاذ علم الاجتماع بجامعة بن طفيل جامعة القاهرة سابقا وفاعل مدني وجمعوي. أثارني موضوعة هذا الأسبوع الثقافي الذي اخترته هي موضوعة موفقة جدا لأنها تجمع بين تيمة الثقافة باعتبارها ثروتنا اللامادية وبين تخليد ذكرى المجتمع المدني. وبالفعل كما جاء في الكلمات الافتتاحية هناك علاقة وسيطة بين التيمتين بين الموضوعين. فقط أريد أن أشير إلى أن عندما نتحدث عن الثقافة في الواقع فهي ثروتنا. ينبغي أن نضيف إلى اللامادية المادية أيضا، إن الثقافة لا نحصرها فقط في البعد اللامادي، يعني مجموعة من الأفكار والتصورات والمعتقدات والقيم وغيرها، لأن الثقافة هي هذا ما نتواجد فيه أيضا من تقنيات وعمارة. وبمعنى آخر أن الثقافة إذا بحثنا عن المعاني نجدها كلمة منفلتة، كلمة لها دلالات متعددة. في الخمسينيات من القرن الماضي أحصى عالمين أمريكيين ما يزيد على 160 تعريف للثقافة. هذا يبين بأننا أمام مفهوم منفلت وكنعرفوا أهمية المفاهيم، لأن المفاهيم إما تنير لنا الواقع وتساعدنا على الفهم والإدراك، وأحيانا تحجب عنا الواقع وبالتالي تجعلنا نتيه ولا ندرك ولا نفهم الواقع. لهذا فالثقافة إذا بحثنا في هذا الكم هائل من التعاريف نجد 3 تعاريف أساسية، وبتسمح لهذا الكلام فقط من أجل تقاسم هذا الهاجس وهذه المعرفة وهذا الهم. إذا هناك تعريف أول هو تعريف وجودي. هي الثقافة هي ما يميز الإنسان عن الحيوان، يعني كل ما أنتجه الإنسان زائد الطبيعة هو ثقافة. C'est dans la parole maintenant à notre cher directeur, Monsieur le Président. Honorable invité, honorable audience, c'est avec plaisir et honneur que cette session de la semaine culturelle des élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure de Lille de Rabat est ouverte et cette journée coïncide avec la commémoration de la journée nationale de la société civile. C'est très important. Et ici, les élèves ingénieurs vont nous montrer justement l'autre dimension, le monde technicien et non ingénieur, et la dimension culturelle. Et justement, pourquoi on vit dans une société, il faut qu'on soit lié. Et cette manifestation est une réelle opportunité pour nos ingénieurs, pour nos futurs ingénieurs, pour s'ouvrir sur de larges horizons, au-delà de ces techniques et de sciences. السادة مندوبين السفراء، أستاذنا الكريم، السيد المدير، السيد رئيس الجمعية، أيها الحضور الكريم، تتسابق الكلمات وتزاحم العبارات لتمضوا معي قد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنتم، فإليكم أبعث رسالة مليئة بالاحترام والحب والتقدير
أما بعد إنه لا من دواعي الفخر والسرور أن نخلد وإياكم اليوم الوطني للمجتمع المدني بافتتاحنا للأسبوع الثقافي في نسخته 11 تحت شعار الثقافة ثروتنا اللامادية. نعم أيها الحضور الكريم، إن الثقافة هي ثروة لا مادية تساهم في النهوض بوعي المواطن وتسير بالبلاد إن اهتمت بها في مسار التنمية والإصلاح. لذلك وكطلب مهندسين كنا دائما نسعى للاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية